وحينئذ نرجع إلى أن مقتضى العقل أن لا يكون للعالم إلا خالق واحد. وقد دل الله على ذلك بقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وحينئذ لو أثبتنا للعالم خالقين لكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به، كعادة الملوك لا يمكن أن يرضى لأحد أن يشاركه، وإذا استقل به فإنه أيضا يريد أمرا آخر، وهو أن يكون السلطان له، لا يشارك أحد في السلطان. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإما أن يسيطر أحدهما على الآخر، ولا لا؟ طيب، إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية لمن؟ للقادر، ولا لا؟ إن عجز أحدهما عن الآخر ثبتت الربوبية للقادر، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأنه تبين أن كل واحد منهما عاجز، والعاجز لا يصح أن يكون ربا.